استاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري، النهارده كنت بتصوت على الدستور او تقول رايك في الدستور النهارده، قلت ايه؟ قلت نعم. اعتقد اعتقد المصريين كلهم الحمد لله النهارده انا شايف اقبال غير عادي. خلاص احنا في مرحله استكمال الدوله وعوده الدوله. انا قلت نعم بكل اقتناع، نعم لعوده الدوله، نعم لعوده مؤسسات الدوله، نعم لعوده دوله القانون. فنتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. ورينا سبعك بقى عشان نعرف ان انت طمنا بقى يا ريس على النادي المصري، وان امبارح كان في مؤتمر نعم للدستور برئاسه الاستاذ كامل علي والمهندس ابو علي والمهندس هاني ابو ريده. طمنا بقى حصل في ايه، وهل عوده مستر كامل ابو علي رئاسه النادي المصري في وجودكم طبعا هل دي اكيده ولا كلام وخلاص؟ والله يا احمد انت يمكن سالتني كتير وانا قلت لك انا من خلال قرب الاستاذ كامل عارف ومقتنع ان هو عاشق للنادي المصري وعاشق لبورسعيد، وهو كان في فتره هدنه مع نفسه زي ما انا قلت قبل كده. لكن انت شايف ان الدنيا كلها الحمد لله بترجع زي الاول، الامن بيرجع. ويعني امبارح الحمد لله كان في بشرة خير. يعني احنا كنا قاعدين مع سياده اللواء المحترم اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، وكان موجود باشمهندس هاني ابو ريده واستاذ كامل واعضاء المجلس. كنا قاعدين واتكلمنا، وكانت جلسه كلنا اتكلمنا مع استاذ كامل. باشمهندس هاني ابو ريده بصراحه يعني له دور كبير في الموضوع ده، واتكلمنا مع استاذ كامل. ويعني كان وعد ان شاء الله ان بعد الدستور استاذ كامل هيبقى موجود باذن الله يعني ان شاء الله. باذن الله. استاذ ياسر يحيى طبعا قام باعمال رئيس النادي المصري، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا.